السلام عليكم ورحمة الله. خوتي خواتاتي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو هاد لا فيديو ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله. كاج قلالي كم كاج قلالي كاجوا. الله يهديك. السلام عليكم الشعب الجزائري، نطلب منكم تسامحوني في هذا الفيديو اللي راه مطلوب. على بالي كامل شفتوا لا فيديو تاع خونا هذا اللي دارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. خونا هذا بعد ما كان بأحد الأسواق الجزائرية جات ليه كاميرا وتكلمت معاه، عطاته سؤال وكامل شفنا ردة فعل ديالو كيفاش جاوب الصحفي هذاك. والرد تاع خونا هذا دار موجة غضب كبيرة بين الجزائريين عبر مختلف الولايات، يعني ما كان ولا ولاية وقفت معاه ولا كامل الجزائريين جاو ضده. كي قال ما كاش زوالي في الجزائر، وفي اقل من 24 ساعه خرجوا بزاف جزائريين فيديوهات وردوا عليه، يعني ما عجبهمش الحال على الكلام اللي قالوا. خونا هذا البارح راه خرج فيديو يعتذر فيه، وبعد ما اعتذر خرج له هذا المواطن وعاود وجه له رساله بعد الاعتذار. هيا ما نطولش عليكم، نخليكم على فيديو خوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الشعب الجزائري، نطلب منكم تسامحوني في هذا الفيديو اللي راه مطلوب. وانا والله ما قصدي ولا نيتي حاجه، والله ما نعرف حاجه في هذا الدومان، وما عرفش روحي. حتى كيصورني السيد كان يصور في الناس في السوق، صورني حتى ستروحي مطلوق والناس، وانا انسان ضعيف. انا فاني خدام عند الناس نهار وزوج، وانا ما لا موال، ما راني حتى حاجه. وانا والله لا داري راهي مفركته في هذا الفيديو. سامحوني الا بغيتوا ربي الشعب الجزائري وسامحوني. والله يا اخي شنو نقول لك، الله يهديك والله يسامح. انا بالنسبه لي الحاجه اللي تبرر لك عندي انه انت كنت كلاشي في روحك وما كنتش فايق، لانك ماكش واعي. في الفيديو الاول على هذا الفيديو الثاني اللي خرجت تبرر به وتشرح حالتك، تبين باللي نتايا من الناس الميسور حالهم، من الناس اللي كنت تقول باللي عندهم ولاباس بهم وما كاش تبرير ومانيش عارفوش. يعني انت بلا وعي تاعك كنت كلاشي في روحك، يتسمى انت راك مشمول معانا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المشكل اللي ولي عندنا في الجزائر لدى فئة من الجزائريين أنه ولينا نبرر لروحنا، ولا الإنسان يبرر روحه. الإنسان كيشوف يدير في حاجة عيانة ولا يحب يشرعن الشيء اللي هو يدير فيه، يعطي واحد الصورة لنفسه باش يقنع نفسه. على سبيل باش نكون منصف، من أمثال الفكر تاعك كاين في شتى المجالات. واحد يدي دراهم لونساج ويقول لك حقي في البترول، طبيب الفيزيتا اللي عنده يضرب البلافون ويقول لك انا كنت نقرا فلان كان يدير، وهكذا ودواليك. هذا هو المشكل، انه الانسان ولا كي يكون في موقف ولا في منصب باش يشرعن للشيء اللي راه يدير فيه، يقنع نفسه بسلبيه اللي ما كاش. وهذا هو الغلطه اللي طحت فيها. والمشكل انت خاطيك الميدان وتكلمت باسم ولا الميدان، وهذه قضيه كاع واحده اخرى. انه الانسان يكون داخلي على حاجه ويعطي نفسه الشرعيه باش يتكلم في هذيك الامور. مع الاسف الشديد. الله يهديك اخي الكريم، والله يهدينا اجمعين. تحياتي. المهم كيما سمعتوا، على كل حال راك مسامح خونا العزيز. وبكل صراحه انا في الاول والله غير على بالي بلي ماشي موال، خاطش موال ماشي ارواح وقول موال، وكلمه موال ما تتقالش الواحد عنده 20 كبش ولا. وعلى بالي الناس اللي تعرف راهي فهمتني. وشنو هذه رساله لخوتنا اللي راهم يبيعوا الكباش في الاسواق والمعاوديه. راكو شفتوا واش صرا لخونا هذا من تاريخ اليوم السبت 18 افريل 2026. مازلنا الله اعلم قرابه شهر على العيد. مالا خوتنا ردوا بالكم كي تجي لكم الصحافه ولا اعرفوا واش تهضروا، وايفيتيونا الكلام اللي يدير الفتنه ويستفز الشعب. وراكو سمعتوا كيما حبيبنا قال لك ما على باليش كيفاش حتى خرجت من فمي الهضره هذيك. ولهذا الانسان كي يجي يخرج كلمه من فمه يدير لها 1000 حساب، وباش ما يطيحش في المشاكل كيما خونا هذا. راكو سمعتوا قال لك راهو سبب له مشاكل في الدار. هنا يعني تفهم باللي هاي العائله ديالو دوك الزوجه ولا الاخ ولا الاب ما عجبهمش الكلام اللي قالوا. ولهذا ردوا بالكم خوتنا من الكلام اللي تردوه منا ورايح. هكذا خوتي. المهم خلونا اراكم في التعليقات وشنو. باحترام بارك الله فيكم، اتهلاو في رواتيكم. تلاقوا فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.